الحديث عن الآخرة وما تعلق بها من أحداث ليس هروبا من الواقع بقدر ما هو تصحيح له. الشاهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، كما قال جل وعلا: متى الساعة؟ متى الساعة يا محمد؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أخفاها الله تعالى، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز، يقول جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة. انفرد الله تعالى بعلم الساعة، أخفاها لحكمة لا يعلمها إلا هو، بل نعلم البعض منها، ألا وهي أن الإنسان دائما وأبدا يكون على استعداد ويكون على وجل، دائما على حذر، دائما يكون مستعد، لعل الساعة تقوم الآن. أي نعم. لذلك يقول جل وعلا في كتابه العزيز: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. رفعت الأقلام وجفت الصحف.